اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شلونكم حبايبي؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية وسلامة يا رب. إن شاء الله القرعة راح بهذه الأيام راح تكون للفيديو السابق اللي قلت لكم تعلقون عليه. طبعا هنا مثل ما تشوفون طريقة عمل البورق طاوة. طبعا إحنا جت المدارس، تمام. أطفالنا يحتاجون تغذية حلوة إنه ياخذوها وياهم، الكباب، البورق، الميني بيتزا، اللحم بعجين، يعني هذه الشغلات. تعالوا وياي ونبدأ على بركة الله، وخلنا نبدأ بطريقة عمل البورق. طبعا هنا أنا ضفت بيضتين، تمام. بيضة حمراء أو بيضة حسب اللي موجود عندك. طريقة كلش سهلة وبسيطة. ضفت طحين 2 كوب، تمام. وضفت نشا همات 1 كوب، يعني عندنا نشا 1 كوب وعندنا طحين 2 كوب. وضفت وياهم الملح وبديت أمزجهم بهذه الطريقة. طبعا مزجت كل المواد سوية، والماء يكون حسب العجينة اللي انت تشوفينها. لازم انه تكون العجينة سائلة، تمام. هنا أنا ضفت أني تقريبا 2 كوبين مي وأكثر شوية، تمام. تحبون إنه تضيفوا لها فانيلا، أكو البعض يضيف لها بيكنج باودر حتى تبدأ العجينة إنه تصير بيها فقاعات. أكو بعضهم يضيفوا لها قطرات ليمون، أكو بعضهم حتى يخلون، يعني كل من وحسب طريقته، أو كل من وحسب العجينة اللي هو يحبها. فهنا بدينا نحضر العجينة، خليناها ترتاح لمدة 5 دقائق، تمام. اجيت هنا أنا حضرتها. طبعا البنات هنا تقدرون انه العجينة تسووها بطاوة ديفال، تمام. وتقدرون انه تستخدمون هذا الجهاز. هذا الجهاز هو جهاز يسهل لكم طريقة البورق، تحضير البورق العفو، بطريقة كلش سهلة وبسيطة، وسعره همات كلش مناسب. طبعا هنا صار عندي حادث، هاي متعودة عادي، ماكو كل اشكال، تمام. لازم انه النقطة تكون قريبة عليش، تمام. هنا أنا عندي لازم انه هي ديفال، فهي تحمى، يعني لازم انه حامية. يلا يعني تسوين الماعون إلها خاص هو موجود، تسوين القرص مالت تعملين القرص مالت البورق، تمام. وراح ينطيش نتيجة كلش حلوة، وخلال يعني ربع ساعة تقريبا تكونين فد مجموعة كلش هواية. انطاني فد كمية كلش هواية، خير من الله. إلى هذه اللحظة يعني من بداية المدارس إلى الآن احنا دا أمشي يعني البناتي، تمام حبايبي. طريقته كلش سهلة وحلوة. أكو البعض يسوون بيه حتى قريب، تمام. سعرها ما كلش مناسب، بس أنا ما أخذته صراحة قبل يمكن سنتين. يعني أسوي بورق بس ما مصورت لكم، لأن تدرون إنه التصوير يراد له وقت، يراد له جهد، يراد مونتاج، فيحتاج هواية من الوقت. هنا مثل ما تشوفون، شوفوا العجينة ما شاء الله، شوفوا شكلها كلش حلو. نشوفينها بهاي الطريقة، إذا هي عندك يعني العجينة ناجحة 100%. بنات، بالنسبة للقرعة اللي قلت لكم عليها في الفيديو السابق، هي إلى 30/9. ما أعرف إيش قد التعليقات اللي موجودة. إن شاء الله إذا من كربلاء راح توصلها مواد، راح توصلها أدوات كيك، تزيين كيك، تمام، ديكورات مال كيك. وإذا محافظات فتكون جائزتها رصيد فئة 5000، فئة 5 يعني الرصيد، تمام إن شاء الله. هنا مثل ما تشوفون الحشو مالتي جاهز، تمام. لحم وبصل وكرفس، تمام. وأكيد عليه فد كركم حسب النوعيات اللي انتم تحبوها. شوفوا هنا بنات بديت انه ألف. صراحة انه تلفينه بوقته يكون افضل، والعجينة كلش طرية كلش. ومثل ما تشوفون، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هنا أنا صراحة سويت ريوق البناتي ياخذونها للمدارس، تمام. فحبيت أشوفكم هذه اللون مالته شلون حلو على شقار. الشغلة الثانية إنه هو مقرمش،
تقدرون انه تاكلونه هالشكل، تقدرون انه تعملونه هالشكل. يعني هذه حافظة لا اني اخذتها وياي للدوام. بناتي يعني اسوي لهم حافظة هي لانج بوكس، انه بي كيك، بي فاكهة، بي بورق، بي كوباية، بي سمبوسة، حسب الموجود. حبايبي الف عافية علينا وعلى اللي يسوي. اشوفكم بخير وعافية ان شاء الله، وان شاء الله نال اعجابكم هذا الفيديو. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. اختكم ام مرسلين.